يا هلا فيكم من جديد. أنا ليدي موني. فيديو اليوم حيكون تكملة لرحلة عملتها قبل فترة عشان أكتشف مدن كندية جديدة علي. بديت الرحلة بزيارة لمدينة مونتريال. إذا ما شفت الفلوج هذا رابطه، واليوم رح نكتشف سوا كيبك سيتي، فيلا نبدأ. أول شيء لازم تعرفونه إنه كيبك سيتي صغيرة هادية، ما فيها شغلات كثير تنعمل زي مونتريال، فكانت رحلة استجمام وروقان أكثر من أي شيء ثاني بالنسبة لي. عشان كذا أنا اخترت هذا الفندق. هو شوي بعيد عن الداون تاون، بس جو رايق ريفي، في مسطحات مائية جدا جميلة، من الداخل مصمم بحيث يكون كل غرفة كأنها كوخ قديم. فأول ما وصلت كان الجو جدا ممطر، فما سويت شيء غير إني استمتعت بأجواء الفندق والهدوء والطبيعة كذا على رواق. على العصرية رح تتغدى بهالشارع، هو كله مطاعم ومحلات صغيرة للشوبينج، لأنه للأسف الفندق على جماله لكن أكله أبدا ما ناسبني. بعدها كنت جدا متحمسة أزور منطقة أولد كوبيك أو منطقة كوبيك القديمة. تقريبا هذه المنطقة أهم مكان في كوبيك. هي زي الحي الكبير، بس كل شارع فيه له سحره وجماله الخاص. المنطقة ككل مبنية من أكثر من 400 سنة على الطراز الأوروبي القديم، فراح تشوفون الشوارع المرصوفة بالحجر، البيوت اللي على شكل أكواخ قديمة، الناس كده تتمشى بعربيات وأحصنة، كل شارع فيه أنوار غريبة مختلفة عن الشارع الثاني. ولأنه الجو كان مطر فمرة استمتعت ذاك اليوم. جوها كذا رومانسي رايق هالمدينة ككل. حاولت أوصل لأهم معلم في كوبيك اللي هي قلعة فيرمونت لشاتو، بس اشتد المطر وكان يبغالها مشي كثير فخليتها لليوم اللي بعده. ولأني شفت جمال منظرها في الليل، أول شيء سويته ثاني يوم أني رحت أزورها على طول. عشان توصلوا لها لازم تمشون عبر أسوار أولد كوبيك وتقطعون هذا الشارع كامل. هذا الشارع من جد ياخذ العقل، كله محلات شوبينج، محلات قديمة، كنايس تاريخية، مطاعم، وكمان أحيانا يسوي فيه احتفالات مرة حلوة. ففي آخره وصلنا للقلعة. هذه القلعة بنيت عام 1892 على تلة، وهي تطل على نهر. حاليا حولوها إلى فندق، وصار يصنف بأنه أكثر فندق يتصور حول العالم من كثر ما المبنى من جد جميل بمعنى الكلمة. القلعة جدا كبيرة جدا ضخمة، عشان أشوفها كويس المفروض أقطع هذا النهر بعبارة وأشوفها من الجانب الثاني. يعني متخيلين قديش حجمها؟ حوالينها مطاعم، محلات كثير للهدايا، للتذكارات، وفي شارع حلو كذا صغير للرسامين. ولأنها على تلة تقدروا تشوفوا البيوت والمحلات من فوق، فكان المنظر جدا رائع ورايق.
آخر هالفرفرة رحنا هالشارع كله مطاعم، وأكثر شيء يمكن لفت نظري إنه في كثير مطاعم لبنانية هنا وناس لبنانيين. وبكذا انتهى يومي الثاني، ولأنه كان في مشي كثير وتعب، فاليوم الثالث والأخير ما سويت أي شيء غير إني جلست مستمتعة بالفندق بجو الرايق وطبيعته الحلوة. بعدها ودعت كوبيك سيتي الجميلة جدا جدا جدا، وكل أمل أزورها مرة ثانية لمدة أطول من كذا، لأنه أبدا بصراحة ما ينشبع منها، من هدوءها، من روقانها، من أجواءها الساحرة، فحبيتها من كل قلبي. ولأن المسافة حتكون جدا طويلة بالرجعة من كوبيك لتورنتو حوالي 9 ساعات، قررنا نوقف ليلة بس نرتاح فيها ونكمل الطريق في العاصمة الكندية أوتاوا، لأنها كانت كده بنص الطريق بين كوبيك وتورنتو. كان المفروض ما نسوي شيء ولا عندي أي جدول لها، بس ما طوعني قلبي الصراحة. فأول ما صحيت رحت فطرت وزرت أهم وجهة سياحية لها اللي هي البرلمان الكندي. هنا تصير اجتماعاتهم، مناقشات الحكومة الكندية تقريبا كل أسبوع، فأخذت فرة سريعة كذا في المكان، اكتشفت المنطقة وكذا قعدت أتفرج حوالين البرلمان. فزي ما قلت لكم ما طولت فيها، على أمل إن شاء الله أرجع لها بوقت أطول واكتشفها أكثر وأكثر لأنها من جد حلوة. وبس كذا انتهت رحلتي، كنت جدا مبسوطة، تعرفت على مدن جديدة وثقفتني بمعلومات حلوة يعني عن كندا. وبما اني وصلت ل100,000 متابع الحمد لله، شكرا لكم انتوا اللي وصلتوني لهالرقم. الفيديو الجاي حيكون شوي مختلف، حنحتفل فيه مع بعض، حيكون في أسئلة وأجوبة عني، فاكتبوا لي أي أسئلة عندكم على انستغرامي، هذا انستغرامي، عشان أجاوب عليها بالفيديو الجاي، ومجهزت لكم كذا شيء جميل، فخليكم قريب. فلو حبيتوا هذا الفلوج اعطوني لايك، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لو كنتوا جداد، حيكون في مفاجآت كتير حلوة. وهذه آخر فيديوهين لي، لو ما شفتوهم سيروا عليهم حتبسطوا أكيد، وباي باي.